يا بركة بسم الله. يعني احنا عشان خاطر ما عندناش نفس ضعيفة، ولا كراهية الجنس مخلوق. فالناس ديت احنا طلعنا اتكلمنا قلنا ده الهلال السعودي عمل ماتش كويس مع بتشوكا، وسالم الدوسري لعيب كويس. ليه التلقيح زيك زي العالم الزملكاوية اللي هنا؟ دولت ناس غصب عنهم تعبانين نفسيا، اللي ما بيوصلوش اساسا بطولة افريقيا بقالهم 3 سنين، بطولة ابطال الدوري، ومحشورين في الكونفدرالية، حتى ما خدوهاش السنة دي وطلعوا من فرقة مجهولة. فلازم يطلع يقول لك ايه؟ ادي الاهلي اللي صرف وعمل وجاب لعيبة بالملايين، وجه المركز الرابع. المركز الرابع ولا الثالث؟ دي كانت ولا في الاحلام اللي احنا نطلع في المركز ده. بس دي ظروف كوره. فرقتين اللي صعدوا فيهم واحده وصلت للدور الثمانيه. اللي بيقول لك ايه الاهلي ايه، كنا غاسلينهم في الشوط الاولاني، الا اللي اشرف داري راح داخل في وسام، خلى ايه، حط الجون في نفسه، خبطه في الكتف، راحت دماغه ملوحه، راح حاططها في الزاويه اللي هناك. والكره التانيه بقى لما احنا بقى رحنا مهاجمين، راحوا حاطين الجون التاني. لكن احنا كنا ضاغطين عليهم طوال 45 دقيقه الشوط الاولاني. ليه بيراميدز في البرازيل، وانتر ميامي زي ما انتم شفتوا عملنا فيهم ايه. انتر ميامي راحت غالبه بورتو، وغلبت وتعادلت مع بيراميدز. لكن هم اللي ما عندهمش حيله، من كبيرهم لصغيرهم، والبني ادم اللي قل ادبه، الاداره يقول لك احنا خدنا معاه الموقف القانوني، طلع برضه يقل ادبه ويقول لك احنا الزمالك ما رضوش يروح عشان كانش مستعد. هيروح فين؟ هيروح عند، يعني مش عارف اقول كلمه عشان خاطر اللي معايا على الصفحه، الراجل قليل الادب اللي قال ادبه على الاهلي وجمهور الاهلي. نيجي بقى الاخ بس ده سالم الدوسري. شوف احنا قلنا عليه ايه؟ مش ناسي الاربعه اللي احنا اديناها له في كاس العالم. او الناس ديت ما تستحقش اللي هي نفسها يطلع. ليه؟ كل الاهلي ده حرق دم المنطقه بحالها. ها، وبقول للعيبه الاهلي اللي كانوا في اليوم ده استاهلوا ضرب النار. كنتوا تكسبوا الماتش ده 8، كان صعب عليهم، وقعدوا يلعبوا ايه تقسيمه مع بعضهم في الشوط الثاني عشان ما تبقاش هزيمه للهلال السعودي 8 ولا 9 ولا 10. الواد البروجر كان قاعد بيحلل الماتش، قاعد يقول يا رب صاروخ ينزل على الملعب عشان ينهي الماتش، يا رب الدنيا تولع عشان خاطر ينهي الماتش، لحسن النتيجه بقت ايه، بقى الواد يضرب في دماغه في قلب الشاشه وهو بيسجل، وفي قلب الميكروفون، ويعض في اسنانه ويعض لغايه لما بقى صعبان عليا. قال لك يا رب يخلص على كده. والواد الاولاني كان بيسخر من الاهلي، يقول لك طعميه ومش طعميه، كان هيموت وهو بيتفرج على الماتش بتاع 4. سالم الدوسري يقول لك اصل احنا مش داخلين نمثل تمثيل مشرف. ادي جزات المعروف اللي احنا عملناه معاه. هنعمل له زي السيد طربوش العكر وعوف الاصيل. قال له ده جزات المعروف. قال له انت حد قال لك اعمل معروف؟ قال له اصلي. قال له انا قله اصلي اللي خلتني اعمل كده. عايز حاجه بقى يا سيدي؟ والى اللقاء.